مواقف وأحداث، مشاعر وأحاسيس، بنحب وبنكره، بنفرح وبنزعل، نتخاصم، نتصالح، نتعلم، نتعالج. وفي برنامجنا هنمر معاكم على محطات كتير بنمر عليها في حياتنا كل يوم. بدأ الأوكازيون الصيفي اللي المقرر ليه ان هو يستمر لغاية يوم 6/9/2016. قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء الأوكازيون الصيفي على جميع ومختلف أنواع الملابس والسلع، وده بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية. بيشارك فيه حوالي 3000 شركة وتاجر. بتكون نسبة التخفيضات والخصومات بتتراوح ما بين 5% ل 50%. ايه رأيكم نتابع سوا مع بعض النهاردة وبرنامج كل يوم وجولة عشان نشوف من خلالها أخبار الأوكازيون ايه؟ النهارده واحنا بنتكلم في برنامج كل يوم عن الاوكازيون الصيفي والتخفيضات خصوصا على الملابس الجاهزه اللي بتلاقي اقبال من السيدات وبتحب انها تنزل تعمل شوبينج وتسوق. بيسعدنا ان احنا نلتقي بالاستاذ اشرف حليم نائب رئيس شعبه الملابس الجاهزه بالغرفه التجاريه. مرحبا بحضرتك معنا يا فندم. اهلا وسهلا. في البدايه عايزين نتكلم عن اهم ملامح الاوكازيون الصيفي ومدى اقبال المواطنين عليه. والله هو اوكازيون الصيفي السنه دي بدا متاخر بعد العيد. المفروض هو رسمي يوم 2/8، ولكن هو عشان في اخر الصيف السنه دي والحاله الاقتصاديه اللي احنا فيها، الاسعار طبعا تعتبر معقوله ولكن الاقبال ضعيف. الاقبال ضعيف من المواطنين؟ طبعا من المواطنين الاقبال ضعيف. انت عارفه داخل مدارس علينا وداخل العيد الكبير علينا وكده، فده طبعا كله مؤثر على الاوكازيون الصيفي. الاقبال عاده بيبقى اكتر من السيدات الرجال؟ والله هو الاوكازيون في السيدات اكتر، يعني هو ملابس السيدات اكتر حاجه عليها اقبال بتبقى في الاوكازيون، يعني نسبه البيع في السيدات اكتر من الاطفال ومن الرجالي. استاذ اشرف، عايزين نتكلم عن دور غرفه شعبه الملابس الجاهزه ويعني في مراقبه الاسعار وجوده المنتجات اللي بتبقى معروضه في السوق، وهل بتتحقق فعلا ان التخفيضات دي بتبقى تخفيضات فعليه مش كلام؟ هو دور الغرفه ملهاش علاقه بجوده الخامات ولا ملهاش علاقه ولا شعبه الملابس الجاهزه ولا الغرفه. ده مش ده دور الجهات الرقابيه، ودول كتير قوي. دور الشعبه ايه؟ دور الشعبه هو التنسيق بين الجهات الرسميه وبين التجار، حل مشاكل التجار مع الجهات الحكوميه، تسهيل عمليه لو في بعض القرارات، مناقشه بعض القرارات والقوانين واعداد بعض القرارات والقوانين اللي بنقدمها اللي بتسهل عمليه التجاره في الملابس الجاهزه المستورد او المصري. هل في تعاون بين الشعبة وبين وزارة التموين؟ طبعا احنا بنتعامل مع وزارة التموين ووزارة التجارة ووزارة الصناعة. الثلاثة بيتعاملوا معانا وفي تعاون طبعا، واي مشكلة وبنطلبهم بعض الوزراء بييجوا بيحضروا معانا بعض اللقاءات طبعا.
في شكوى بتقول ان في ارتفاع في اسعار الملابس الخاصه بالاطفال خصوصا، وكمان الملابس الخاصه بالاحرام واحنا مقبلين على موسم الحج، فرد حضرتك ايه؟ والله هو ملابس الاحرام، انت عارفه ان ملابس الاحرام دي بتبقى قطن، وهو ارتفاع سعر القطن هو اللي بيخلي ارتفاع سعر ملابس الاحرام، يعني هو مرتبط بسعر القطن. يعني وزن الملبس الاحرام هو وزن قطن قد ايه مع الصناعه بتاعته، فحسب سعر القطن هو بيزيد سعره. اما بالنسبه لملابس الاطفال، انت عارفه ان ملابس الاطفال بتبقى موسميه بس، وغالبيتها على العيد الكبير او العيد الصغير، يعني الضغط بيبقى على العيد الصغير اكتر من العيد الكبير، فهو بيبقى موسم واحد بس. يعني بتوع ملابس الاطفال بيشتغلوا موسم واحد بس، بعد كده شغل المدارس ده بيبقى له ناس تانية غير اللي هم شغالين في ملابس الاطفال. فهي دي المشكله، ان هم ما بيشتغلوش طول الموسم، فبيحاولوا يعوضوا مكاسبهم في وقت قليل. يعني هل بدأ يبان ملامح الموسم الشتوي والخطوط والموضات الجديده فيه، ولا لسه ملامحها ما بانت؟ طبعا الملابس الملامح الشتوي طبعا بدات تبان. انت عارفه ان احنا بنجهز للموسم قبليه، بنجهز الموسم الشتوي قبليه بموسم، والصيفي هكذا. فطبعا الالوان بانت، والموديلات الشتوي بدات تبان. حضرتك ادينا فكره عنها. والله هو النبيتي موضه قوي، والزيتي موضه قوي والبدنجاني موضه قوي في الشتاء، بالاضافه للالوان الاساسيه. الكحلي طبعا مهم، الكافيه في درجه من درجات الكافيه مهمه قوي السنه دي. طبعا ده سر اللي انا بقوله، ده سر المفروض ما اقولوش كده في التلفزيون، بس زي بعضه مش مشكله. غير بقى ان انت عارفه برضو لبس التايير والبدله وده قل قوي النهارده، كله بيعتمد على الحته الفرداني وعلى الكاجوال. فهو ده السائد دلوقتي، كان جاكيت جلد او مثلا منطو طويل، تريكو موضه قوي. التريكو الطويل بيبقى طويل كده، بيبقى عامل زي الجاكيت الطويل كده، او المنطو الطويل. الحاجات دي موضه قوي السنه دي. عايزين برضو في نهايه لقائنا ان احنا نتكلم وندي فكره للساده المشاهدين عن التسوق الشبكي ما بين فوائده واضراره. والله بصي، هو التسوق من عند الانترنت هو في طبعا له فوائد وله اضرار، ولكن هو لسه في مصر ما انتشرش قوي. يعني هو في امريكا منتشر جدا، وفي اوروبا، وفي بعض الدول العربيه. وهو مشكله في مصر، احنا عايزين يساعدونا ان احنا نبدا نتسوق عن طريق الانترنت، لان في مصر لازم تفتح حساب. يعني كل الشركات اللي فاتحه بيع على الانترنت فاتحه حسابات يا في امريكا يا في دبي يا في الامارات. قليل قوي اللي فتح حسابات في مصر، ما فيش حد تقريبا فتح حسابات في مصر. فالفلوس اللي بتبيعها على النت فبتروح لامريكا او بتروح لدبي. احنا عايزين نسهل العمليه دي بحيث يبقى الحسابات موجوده في مصر وتحت السيطره المصريه وتحت سيطره الاداره المصريه. امال في طبعا في عمليات مش كويسه بتحصل على النت، عمليات نصب طبعا، خصوصا امال البيع من الشركات اللي لها اسم، البيع والشراء من الشركات اللي لها اسم في اوروبا وامريكا، لا ده بيبقى مضمون جدا طبعا. احنا بنشكر حضرتك يا فندم في نهايه اللقاء، الف شكر. انا سعيد بيكم جدا ومنوريني، وان شاء الله لنا لقاءات تانية ان شاء الله. شكرا. الأوكازيون الصيفي والتخفيضات ونزول الأسعار والفرحة والبهجة اللي بتنتاب الستات بالذات وهم نازلين يعملوا شوبينج. سعيدنا النهارده إن احنا نلتقي بواحدة من السيدات نازلة بتتسوق في الأوكازيون. نعرف على حضرتك. هويدا. بدأت فترة الأوكازيونات وفترة التخفيضات، ودايما بيقولوا إن الستات بيبقوا أكتر فئة مهتمية بفترة الأوكازيون، وبيبقى عاملهم حالة من الفرحة والبهجة. ترى الكلام ده صحيح ولا لا؟ والله انا عندي، يعني انا بالنسبه لي لو انا احتياجاتي اهم حاجه، لان مش شرط ان انا انزل في الاوكازيون، بس انا حاليا بشاور بنتي، فكانت فتره كويسه بالنسبه لي، مش فتره كويسه ان انا انزل اعمل شوبينج ليها. يعني فكره التسوق في حد ذاتها بتعمل نوع من انواع الحالات النفسيه او المود الحلو للست.
اه طبعا طبعا اكيد يعني، اكيد طبعا يعني. اخبار الاوكازيون ايه؟ شايفه الاسعار عامله ازاي؟ والله بصي يعني انا مش شايفه الفرق كبير قوي يعني الفرق. بتقارني بين الاسعار قبل وبعد الاوكازيون، مش ما حسيتيش بفرق؟ لا ما حسيتش فرق كبير يعني، بس هي في يعني نسبة الملابس والحاجات دي طبعا كتيرة، لكن النسبة بسيطة بتاعت الأوكازيون. يعني حضرتك شايفه ان كميه الملابس كتيره ومتنوعه، لكن بالنسبه للاسعار حاسه ان نزلت حاجه بسيطه، مش ما نزلتش النزول اللي انت منتظراه يعني او منتظرينه يعني. طيب يعني اكتر حاجه عجبتك في الاوكازيون ايه وانت بتتسوقي؟ لا ما انا بقول لحضرتك ان هو في قدامك يعني تنوع كتير في اللبس يعني، فعندك اللي انت تقدري تختاري يعني، في فرصه ان انت تختاري. العيد قرب، تفتكري يعني دلوقتي في يعني عندك فكر ان انت مثلا تبتدي تشتري حاجات للعيد للولاد من دلوقتي ولا مش وارد؟ لا انا مش وارد عشان عندي الكبر بقى خلاص، انا بجوز دلوقتي. الشوبينج والاوكازيون الصيفي وفتره التخفيضات وفكره الاستمتاع بان احنا نعمل تسوق وننزل نشتري، ودي اكتر ناس بيستمتعوا بيها الستات وخصوصا الشابات. اعرف عليك دلال عبد العزيز. اخبار الاوكازيون ايه؟ حلو. نازله في دماغك حاجه معينه ولا بتاخدي فكره عموما؟ انا باخد فكره لسه. اكتر حاجه عجبتك او لفتت نظرك في الاوكازيون ايه الصيف ده؟ الهدوم يعني كلها بتبقى حلوه وكده وشغاله يعني. اخبار الاسعار ايه؟ لا الصراحه جميله قوي السنه دي كمان عن السنه اللي فاتت. اصلا في فرق كبير؟ والحاجه شغاله حلوه يعني في السوق كده. قارنتي بين الاسعار قبل وبعد الاوكازيون ولا لا؟ طبعا في فرق؟ طبعا في 50% وفي بينزل 30% وفي 20% على حسب البضاعه. ده بيتنافس بشكل فعلي ولا كلام؟ لا مش بشكل فعلي. فكرتي تشتري لبس العيد من دلوقتي ولا؟ لا لسه بنتفرج وبعد كده هنشتري. الاوكازيون وفتره التخفيضات وبرنامج كل يوم وجوله في الشارع السكندري علشان نشوف ردود افعال المواطنين. تعرف على حضرتك؟ رفيق مصطفى. استاذ رفيق، اخبار الاوكازيون ايه؟ والله هي لغايه برغم غلاء الاسعار بس يعني الاسعار تعتبر برضو يعني الى حد ما عن السنين اللي فاتت مرتفعه شويه. حاسس ان في فرق في الاسعار قبل الاوكازيون من الفتره الحاليه والاوكازيون شغال، ولا ما فيش اختلاف قبل وبعد الاوكازيون؟ لا هو في، بس حضرتك يمكن الفتره الحاليه بسبب الظروف الاقتصاديه اللي موجوده بالنسبه للبلد وكده، فانا حاسس ان في معاناه بالنسبه للجمهور عموما يعني في غلاء الشباب بالذات ان انا كمان يعني مقبل على الجواز عريس جديد بتجهز؟ بجهز. نازل تشتري بقى اللبس بتاعك وكده؟ بالظبط. النهارده لسه ان شاء الله الاسبوع اللي جاي فرحي باذن الله. الف مبروك. واشتريت حاجه ولا لسه؟ ما احنا لسه بقى انا وصاحبي بنلف النهارده كده
اشوف الاخبار ايه، بس انا ان شاء الله يعني في كذا حاجه كده ان شاء الله يعني. شفتها وعجبتك؟ والعروسه ايه الاخبار؟ بدات شوبينج هي كمان تجهيز ولا لسه؟ العروسه بدات من بدري بدات من بدري شويه عن كده. شايفين ان فتره الاوكازيون والتخفيضات بتبقى مناسبه ان انتوا تنجزوا فيها وتوفروا في الفلوس وانتوا بتشتروا الحاجات والمستلزمات الخاصه بيكم؟ كتير طبعا احنا بننتظر حتى يعني حضرتك يعني يمكن الاوكازيون ده احنا بننتظره من السنه للسنه، لان هو يمكن بحس ان هو بيبقى في صالح الناس اللي هم محدودي الدخل شويه، وبيبقى فرصه للناس، يعني الناس كلها بتنزل تشوف وتختار وتقارن بين السعر القديم والسعر الجديد يعني. اكيد طبعا. بنقول لحضرتك الف مبروك كده، ربنا يتمم بخير وان شاء الله تتوافق وتشتري حاجات كويسه النهارده. ميرسي يا فندم، شكرا. التسوق والشوبينج وحركه البيع والشراء وحركه ونشاط في الشارع السكندري. تعرف على حضرتك سهام السيد. مدام سهام، اخبار الاوكازيون ايه؟ لا هو دلوقتي حاليا كويس، الاسعار نزلت. حاسه بفرق بين قبل الاوكازيون من بعد الاوكازيون؟ فرق جامد، الاوكازيونات نزلت فعلا. نازله تشتري ايه؟ بتفرج على الملابس وبتفرج على هدوم الاطفال كده. فكري ان انت تشتري لبس العيد للولاد، يعني العيد قرب. فرصه الاوكازيون انك تشتري. اكيد طبعا صح. ايه اكتر حاجه لفتت نظرك وعجبتك خلال الاوكازيونات وفتره التخفيضات؟ الهدوم والحاجات برضو، المدارس برضو بتشوفوها. تنزل الشنط والادوات المدرسيه. ايوه صحيح هدوم المدارس وهدوم العيد برضو بنشوفوها. بيقولوا دايما ان الستات هم اللي بيبقوا فرحانين ومبسوطين بموضوع السيل والاوكازيون والتسوق. اكيد صح، اكيد كلام مظبوط. ايوه صح اكيد. الاسعار ما بتبقى نازله، الواحد بيجيب وبيكتر كمان في الحاجه، وحاجات الاطفال برضو بتبقى حاجه رخيصه بتبسطنا طبعا. احنا بتبقي مستمتعه، حاله نفسيه كويسه للست لما بتلاقي نفسها متضايقه ومكتئبه انها تنزل تعمل شوبينج وتتسوق. اكيد طبعا، على طول عايزين يعملوا شوبينج كل يوم عايزين نعمله. قولي لي بقى، اشتريتي ايه مع مامي في الاوكازيون؟ بصي للكاميرا. اشتريتي ايه؟ اشتريت هدوم وجزم وشنط. هتشتري لبس العيد مع ماما؟ عايزه تشتري ايه بقى؟ لبس فستان، بلوزه، ايه اللي في دماغك؟ هشتري فستان. كل سنه وانت طيبه. انت طيبة. هتشتري ايه مع ماما في الاوكازيون؟ بدلة. هتشتري بدله؟ بدات تجيب حاجه المدرسه، الشنطه واللبس ولا لسه؟ لسه. مبسوط انك نازل بتلف مع مامي على المحلات؟ كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. شكرا.
الاوكازيون ايه؟ لا كوزين حلو تمام، وانا معايا 4 عيال جبت لهم يعني الحمد لله. اشتريت لهم ايه؟ جبت تيشيرتات وبنطلونات وعشان مدارس وكليات. ربنا يخليك. وربنا يخلينا الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني منعش البلد ومخليها شغاله زي ما انت شايفه. يا رب دايما بلدنا بخير دايما. بخير. حسيت بفرق في الاسعار قبل الاوكازيون وبعده؟ طبعا فرق جامد. في فرق كبير. فرق كبير. يعني انا في تيشيرت جبته ب 45 كنت جابه ب 90. كان قبل الاوكازيون ب 90 نزل ل 95. نزل 45. فرق كويس. فرق جامد يعني في كل الاسعار. تحس ان الاوكازيون بيوفر لك في الفلوس؟ بيوفر طبعا بيوفر، واحنا بنستناه كل سنه يعني في الاحذيه وفي انا جايب برضه احذيه المدام، جايب الفرق بين ب 25 كنت بجيبه ب 60 وب 70. حلو جدا. يعني وفرت معانا. يوفر معاك طبعا وفر جامد بصراحه. والخامات مبسوط من الخامات بتاعت المنتجات اللي انت الخامه كل ما خامتنا احنا بتتحسن عن اي بلد تاني. يعني الخامه المصريه ما فيش زيها تاني تلاقيها في اي حته تاني. كل سنه وانت طيب. انت طيبه يا ستي. شكرا. انت طيبه. العفو. الاوكازيون الصيفي والتخفيضات متعة وفرحة بالذات للسيدات. بكده انتهت حلقتنا النهاردة من برنامج كل يوم. بتمنى ان انتم تكونوا استمتعتم بيها ويانا. على وعد بلقاء جديد وحلقة جديدة. لكم ارق التحيات وامنيات اسرة البرنامج. الاعداد لعلا مقلد، الاخراج محمد زكي، وكانت معكم منال فاروق.